شيخ أشرف، تحب تشوف إيه على قناة الناس في الفترة القادمة؟ أنا أحب أشوف أن قناة الناس كما بدأت وكما عرفها الناس أنها قناة دينية، أن تظل كما هي قناة دينية، وألا تخلع ثوبها ولا تغيره ولا تبدله، وأن تظل كما هي. إنما يمكن أن يضاف إليها شيئا قليلا، لكن الأصل فيها أنها قناة دينية. أحبها الناس لأنها قناة دينية، نظر إليها الناس لأنها قناة دينية، التف حولها لأنها قناة دينية. لأن القنوات الثانية الأخرى، هناك قناة رياضية، هناك قناة ثقافية، هناك قناة مش عارف كذا، هناك قناة أغاني، هناك قناة خليهم متخصصين يعني. خليهم متخصصين. فأنا شايف إن احنا تبقى تمام. الحال كما هو عليه إن شاء الله، ويرجع شعار قناة الناس كما هو، كما رجع شعار الشرطة، ترجع برضه شعار قناة الناس كما هو، وتظل طيب شيخ أشرف، هذا هو الذي أتمناه من قناة دايما على الناس. قناة الناس. هتقدم إيه للناس إن شاء الله في الفترة القادمة؟ أنا كنت بعمل برنامج اللي هو سيدات بيت النبوة. صحيح. والحقيقة أنا كنت مسجل 6 حلقات له، عشان أنا كنت مسافر أوروبا وكنت سايبه عشان يتعرض، لكن أنا بعد ما سافرت أغلقت القناة. فأنا شايف إن هذا هو البرنامج، يعني استكمل برنامج سيدات بيت النبوة. بيت النبوة. نعم إن شاء الله، وبالتوفيق، ويا رب يكون نافع للأمة إن شاء الله.